الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، ان القلب الذي يقبل على رب العباد سبحانه وتعالى باخلاص وتوكل وصدق ويقين هو قلب لا يعرف الا القناعة بما رزقه رب العباد عز وجل. اما هناك قلوب والعياذ بالله يعصف بها مرض قتال، الا وهو مرض الحسد، والعياذ بالله رب العالمين. هناك نفوس دائما تتطلع الى اكثر من حقها في هذه الحياة، وتنظر يعني ليس الى هذا الامر فقط ولكن الى ما في يد غيرها، وهذا هو الطمع. اما يعني هذا الانسان الطماع وهذا الانسان الذي يتصف بهذه الصفة مع صفة الجشع، هاتان الصفتان من اسوأ الصفات التي هي داخل قلب انسان. ويعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله سبحانه وتعالى على من تاب. حديث متفق عليه. الإنسان بطبيعته هكذا، الإنسان دائما يعيش في كمد ويعيش في كبد، ويعني تستذله الحياة الدنيا، فتثمر عنده مصيبة الطمع والجشع، أنه ينظر إلى ما في يد الغير فيحسد غيره ويسيء إلى الناس. ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. ومصيبة الحاسد أنه يموت ولم يحصل من الدنيا إلا ما كتب له فيها. إن الحسد لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والعياذ بالله رب العالمين. والحسد عبارة عن يعني قريب وربيب للكبر، وهو وارد للكراهية كما يقول العلماء والبغضاء، ويعني يثير الفتن بين الناس ويثير الشحناء بين الناس. والحاسد هذا كأنه يرفض قسمة الله في الأزل، سبحان الله، دايما عنده أرق. ومصيبته أنك كلما رزقت بنعمة هو يغتم، كلما رزقت بخير هو سبحان الله يتوتر، كلما رزقت أنت ببركات من الله سبحانه وتعالى لا ينام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني: علام يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. لماذا؟ لأن أنا لما أدعو بالبركة الملك يقول ولك مثل ذلك. لكن المصيبة أن الحسد يضر، الحاسد يضر نفسه قبل أن يضر الناس. يعني الضرر يقع عليه هو قبل أن يقع على الناس. ليه؟ لأن سبحان الله العظيم الحسود والعياذ بالله رب العالمين هو إنسان يتمنى زوال النعمة عند شخص آخر، فهو معترض دائما على قدر الله، معترض دائما على قسمة الله في الأزل. فهذا يعني: لماذا أعطى الله فلان ولم يعطيني أنا؟ لماذا أكرم الله فلان ولم يكرمني أنا؟ لماذا ولد فلان هذا متفوق وأنا غير متفوق؟ لماذا زوجة فلان مطيعة وزوجتي غير مطيعة؟ فهو إنسان كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. ولذلك هو هذه المصيبة الكبيرة تردي الإنسان وتوصله إلى المهالك، وتوصله سبحان الله العظيم إلى الكمد المستمر. وهو الحسد عمل قلبي يتحول إلى سبحان الله يعني يتحول إلى عمل فعلي، أن أحاول أن أبطش بمن أمامي، أن أتعدى من أمامي، أن أبغي على من أمامي. لأن سبحان الله كيف يكون عند هذا كذا وليس عندي كذا؟ ولما حسد ابن آدم أخاه ما الذي حدث؟ فكر له في أن يقتله، وقد قتله فعلا. ولما حسد إخوة يوسف أخاهم ألقوه في غيابة الجب. فهذه مصيبة. والحاسد دائما لا يعرف شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله لا يعرف أن يشكر نعمة الله، ودائما يقارن بين ما عنده وبين ما عند الناس. ودائما الناس عندها أكثر. إذا كان هو عنده ملايين عند الآخر مليارات، إذا كان عنده سبحان الله ولد الثاني عنده أولاد، إذا كان عنده عقار الثاني عنده عقارات. فبالتالي لا تنتهي قصة الحسد عنده. ولكن
كيف يرفع العبد عن نفسه هذه الصفة المليئة بالشر، وسواء الحسد ان كان يعني ان كان من نوعيه الذين سوف نتحدث عنهما في حلقة قادمة ان شاء الله رب العالمين. كيف العلاج من هذه المصيبة؟ هذا هو موضوع حديثنا في الحلقة القادمة ان شاء الله. كيف نعالج الحسد؟ نسأل الله ان يرفع ويزيد هذا المرض عن قلوبنا جميعا، وان يجعلنا نحب للناس ما نحب لانفسنا. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.